مساء الخير عليكم. النهارده هنعمل مع بعض البسكوت، وهقولك السر ورا ان الرسمه تبقى واضحه معاكي بالشكل ده وما تضيعش منك الرسمه، ويكون في نفس الوقت البسكوت هش ودايب دوب بالشكل ده. شوف الرسمه معايا واضحه جدا ازاي وحلوه خالص وهش جدا من جوه. بصوا رسمة البسكوتة، شوفوا القمع ده بيطلع لي رسمة البسكوتة واضحة جدا وكمان مش تخينة عشان ما تنفش مننا. وانا هوريهولك دلوقتي شكل القمع وشكل المكنة كمان، علشان الناس اللي حبت تعرف القمع ده والمكنة، ناس كتير سألتني عليها علشان مثلا تجيب زيه او تعمل زيها. شوفوا انا هقرب الكاميرا دلوقتي وهوريكم قد ايه الرسمة واضحة جدا وفي نفس الوقت البسكوتة رفيعة. علشان كده لما تبقى رفيعة البسكوتة شوفوا اهي رفيعة معايا، علشان هي طبيعة البسكوت النشادر. طبيعة بسكوت النشادر بينفش معايا، بس لازم تبقى البسكوتة وهي عجينة رفيعة بالشكل ده شوية عشان لما تنفش ما تنفش كتير والرسمة تضيع مني. زي ما انتوا شايفينها كده الرسمة واضحة معايا وهي عجينة، وكمان هتستوي هتنفش معايا شوية لكن مش الرسمة مش هتضيع معايا. بصوا ده شكل المكنة وده شكل القمع. هوريهولكم دلوقتي. دي رسمة النجمة اللي هي الرسمة المفضلة في البسكوت، يعني اللي دايما انا بحب اعملها. ده شكل القمع ده بيتباع في محلات الادوات المنزلية. وده شكل الامواس العادية، بس لو هتلاحظوا النجمة اللي في الموس تخينة شوية. وده جبت القمع ده اللي هو الاستانلس ده، بس رسمة النجمة بتاعته ما عجبتنيش وكانت بتطلعها مش حلوة فانا استغنيت عنه. لكن بالنسبة لي انا بستخدم اللي هو القمع اللي انا وريته لكم دلوقتي. شوف النجمة هتحطيها الدايرة بتاعت المكنة وبتشتغلي بيها عادي ما فيش مشكلة. بس رسمة النجمة الامواس بتبقى تخينة شوية، هتعوز منك مطة ان انت تمطيها شوية عشان ترفع معاكي. شوفوا ده بيركب ازاي القمع. بتحط القمع في الوش بتاع المكنة وتربطي عليه كده على طول بس كده تمام. هو ده اللي هيطلع لك الرسمه مظبوطه. القمع ده ب5 جنيه او ب10 جنيه بالكتير في محلات الادوات المنزليه. تقولوا له عايزه القمع اللي بيركب في مكنه البسكوت، هيديهولك وتقولي له مقاس المكنه، يعني مقاس المكنه ده مقاس 10 وفي مقاس 8، فالمقاس اللي عندك هتجيبي منه القمع. تمام كده. ده بقى القمع التاني اللي هو بيدي رسمه البسكوته العريضه. برضو انا هوريكم شكلها في الموس. شوفوا شكل في الموس طبعا اتخن برضو شوية، لكن في القمع رفيعة فبتطلع البسكوتة معايا رفيعة. نفس النظام بركب القمع بالشكل ده. شوفوا بركبها كده واربط عليه وش المكنة واعمل البسكوتة العريضة. القمع ده بصراحة برضو هو بيطلع معايا رسمة البسكوتة واضحة. يبقى السر في ان احنا بنطلع رسمة البسكوتة واضحة هو نوع القمع اللي انا بشتغل بيه او نوع الموس اللي انا بشتغل بيه. دي مثلا بتبقى البسكوتة رفيعة ورسمتها واضحة، فلما بتدخل الفرن عشان احنا زي ما اتفقنا بسكوت النشادر طبيعته بينفش معايا وبيزيد، فتنفش معايا فهتنفش معايا شوية صغيرين ما تضيعش الرسمة. لكن لما البسكوتة تبقى تخينة تيجي تنفش هتنفش كتير وتبقى تخينة قوي فممكن الرسمه تضيع مننا. شوفوا دي بتاعت الامواس برضو. لو حبيتي تعملي بتاعت الامواس برضو هتعمليها، بس لازم يبقى فيه مطه. بس للامانه القمع ده وده رسمتهم اوضح اكتر واسهل ويعني حلوه جدا، عشان لو انت تشتريه افضل بكتير من الامواس. القمع زي ما اتفقنا بيتباع في محلات الادوات المنزليه. بتقولوا له عايزه القمع بتاع البسكوت سواء العريضه او النجمه بالشكل ده، وهو مش غالي يعني ب5 جنيه او ب10 جنيه. انا اشتريته عن نفسي ب5 جنيه، معرفش دلوقتي هو لسه ب5 ولا ب10 جنيه. فيعني مش غالي، تيجي بيه وتعملي بيه البسكوت هيطلع معاكي ناجح 100%. انا بقى حبيت برضه اجيب لكم العجينه معايا في نفس الوقت. ده البيض اللي بيتباع في السوبر ماركت، دول 15 بيضه. تمام كده. انا حبيت اوريه لكم الاول. من باقي المقادير معايا كيلو من السكر طحناه بودر عشان يدوب معايا بكل سهولة. كيلو من السكر يبقى 15 بيضة. كيلو من السكر، نص كيلو من السمنة، 3 كيلو من الدقيق وباكو بيكنج باودر، ونص كيلو من الحليب، وإزازة فانيليا كبيرة سايلة أو باودر مفيش مشكلة. ومعايا 3 معالق كبار من النشادر هرمية بالشكل ده.
تمام كده. دي المقادير بتاعتنا، مقادير بسيطة خالص وهتعمليه بكل سهولة. البيض، اول حاجة احنا بنضرب البيض كده، هعمله يدوي بالمضرب السلك اليدوي عادي مفيش مشكلة. هحط عليه الفانيليا. لو انت هتعملي بيض بلدي يبقى بدل ال15 بيضة هتحطي 18 بيضة، عشان البيض البلدي بيبقى اصغر من البيض ده، فبدل ال15 هتحطي 18 بيضة. تمام كده. بضرب بس كده البيض مع الفانيليا، وبعدين بحط السكر. السكر انا طحناه كويس جدا عشان ما يتعبنيش في وانا بدوبه، يعني يدوب بكل سهوله، عشان يسهل عليك ان هو يدوب، لان اهم حاجه برضو ان هو السكر يدوب معايا كويس جدا. بعد ما داب كده تمام السكر معايا كويس جدا، بنزل بالسمنه. السمنه دي سمنه بلدي، لو حابه تستبدليها باي نوع سمنه تاني مفيش مشكله، بس السمنه البلدي بتبقى ريحتها حلوه جدا في البسكوت. النص كيلو ده يعني حوالي كوبايتين من المج مليانين من السمنه. بحط ال3 معالق كبار النشادر على الحليب وبدوبهم بالشكل ده. شوفوا الحليب بيعمل معايا فوران كده ورغوه، يبقى كده النشادر بتاعتي ناجحه ومظبوطه كده، هتطلع البسكوته معايا هشه وحلوه جدا. ولازم يا جماعه البسكوت ده لازم يبقى فيه النشادر، لان هو اصلا اسمه بسكوت النشادر، لان هو اللي بيخليه هش وبيطلع لينا كميه كويسه جدا، بيساعد على هشاشه البسكوته. بعد كده بقى بنخل الدقيق، دول 3 كيلو من الدقيق بنخلهم. نوع الدقيق انا بستخدم اي نوع دقيق، يعني انا بالنسبه لي بستخدم الدقيق البلدي العادي اللي هو القمح ومطحون، بستخدم اول درجه منه. فبالنسبه لك انت لو بتستخدمي نوع دقيق كويس وعارفاه فما فيش مشكله، لان انا بجيب الدقيق يعني بيبقى كميه. بعد ما نخلت الدقيق وحطيته بالشكل ده، شلت طبق من الدقيق احتياطي كده عشان ايه احسن مثلا العجينه تنشف مني ولا حاجه، وحطيت باكو البيكنج باودر، وابتدي بقى ايه يعني اخفي الدقيق بمعنى اصح. انا مش هعجن البسكوت، ما بيتعجنش خالص. البسكوت مجرد ان انتي بس بتخلطي المكونات مع بعض والدقيق يختفي منك فخلاص كده. انا حطيت شويه الدقيق اللي انا كنت شايلاهم ده العجينه كده طريه، حسيتها طريه معايا، فانا احتجت شويه دقيق كمان. يعني دول 3 كيلو دقيق وهحتاجت شويه كمان. بالنسبه لك انت لو هتعملي بالقمع الحلواني فهتحتاجيها ان هي تبقى طريه شويه، بس يا جماعه يعني اللي هيعمل كميه كبيره من البسكوت ما ينفعش فيها القمع الحلواني، عايزه مكنه عشان سرعه الوقت، وانت هتعملي كتير فمش هينفع ان انت تعملي مثلا 3 كيلو او 4 كيلو بقمع، فلازم المكنه. ده قوام العجينه، المهم انه يبقى معاكي بالشكل ده علشان مثلا ايه تعمليه في المكنه. تمام كده. بعد كده انا هوريكم الموس العريض اهو. انا وريتكم الاول رسمه النجمه، انا هوريكم القمع اللي هو العريض. شوف الرسمه بتاعته رفيعه وواضحه ازاي، علشان لما تنفش معايا شويه ما تضيعليش الرسمه. ده شكله، شوفوا البسكوته رفيعه لكن بتدخل الفرن بتنفش معايا شويه، يعني بتبقى منفوشه بس مش لدرجه ان هي تضيع لي الرسمه، لان البسكوته اصلا رفيعه معايا بالشكل ده. شوفوا ده شكل البسكوت بعد ما استوى، بيستوي معايا على نار هاديه، بحطه في الرف اللي من تحت، واول ما بيستوي من تحت بطلعه فوق اديه لون بس على نار هاديه خالص عشان يطلع معايا مقرمش ودايب دوب. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوناش بلايك للفيديو وشير للفيديو، واللي لسه ما اشتركش معايا في القناه